السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل مع بعض شوية سندوتشات بقى سريعة وسهلة، طعمها خطير. دي سندوتشات حماتي السرية، طعمها تحفة وهي بتعملها بكل حب، وانا اخدت منها الطريقة. هي طعمها تحفة، هي مش شاورما بس بالعيش السوري. أكلة تغيير، طعمها جميل قوي ومنجزة جدا، سريعة، متاخدش وقت. هتعجب الأولاد جدا لو انتوا في مصيف أو طالعين رحلة أو في النادي، هتاخدوها معاكم، هتبقى سهلة جدا وطعمها جميل جدا. أول حاجة عندي هنا صدور البانيه. أنا البانيه متقطع عندي جاهز، هيسهل عليكم، أو ممكن وراك، هتمشي بالحالتين، وراك أو صدور. هقطع الفراخ تقطيعة الشاورما بالطول كده، ونخليهم يبقوا كلهم نفس السمك ونفس الطول عشان يبقوا نفس التسوية ويسهل علينا، ويبقى شكلهم في الساندوتش شكله حلو. وبعد ما قطعت الفراخ عندي بالشكل ده، هحطهم عندي في بولة، وهعصر عليهم عصير ليمونة متوسطة، مش كبيرة ومش صغيرة. بتدي طعم حلو قوي للفراخ وما بتكونش ظاهرة قوي. احنا مش بنعمل تتبيلة اللي هي هنسيبها في التتبيلة كتير، احنا مجرد بس بنحط لها البهارات عشان لما نيجي نسويها تبقى اخدت من البهارات. حطيت عندي هنا ملح وكمان بصل باودر، ممكن لو حد عايز يحط بصل صغير مبشور عليها، بس احنا كده كده هنستخدم البصل قدام. وبعد كده عندي هنا بقى حبة كده شوية من البابريكا المدخنة، حطيت منها معلقة صغيرة، وعندي كمان معلقة من الفلفل الأسود. وبعد كده حطيت شوية كمان من البابريكا العادية عشان تدينا اللون قوي. البابريكا هي اللي بتدي اللون الأحمر للفراخ وبتديلها طعم ونكهة جميلة قوي. وكده التوابل بعد ما قلبتها كويس جدا في الفراخ، وصلت التتبيلة لكل حاجة، هحطها شوية عقبال ما اقطع عندي الخضار ويبقى الخضار جاهز عشان ابتدي اعمل الساندوتش بتاعي. بعد كده عندي هنا الخضار، ممكن اي خضار متوفر عندكم. انا عندي كان فلفل الوان وفلفل اخضر وبصل، كان طعمها خطير قوي بالفلفل الالوان والبصل. اللي حابب يزود فلفل مشطشط، اللي حابب يحط اي زيادة ممكن يحط. بس اهم حاجة في تقطيعة الفلفل ان كله يبقى نفس الحجم علشان ياخد نفس السوا ويبقى شكله حلو برضو في الساندوتش. ولو قطعنا الفراخ صغير نقطع الخضار صغير، لو قطعناها كبير نقطع الفراخ كبير، والخضار يبقوا الاتنين نفس الحجم. في صينية فيها زيت لازم نسمع صوت الطشة دي علشان الزيت يكون سخن، علشان الفراخ تقفل الأنسجة بتاعتها وما تنزلش المية بتاعتها. سامعين الصوت ده؟ لازم الفراخ تنزل تاخد صدمة علشان ما تنزلش المية بتاعتها، وبعد كده نبعدهم عن بعض، يعني ما تتكتلش الفراخ في حتة واحدة عشان كلها تاخد صدمة وتقفل الأنسجة بتاعتها وتبقى من جوه طرية، تحتفظ بالسوائل بتاعتها جوه. اول مش هقلبها دلوقتي خالص، هستنى لحد ما اللي تحت ياخد صدمة علشان اعرف اقلبها. بعد كده حبيت ازود لها شوية بابريكا عشان اللون بتاعها يبقى قوي. حطيت لها شوية بابريكا بس المرة دي مش مدخنة، بابريكا عادية. انا حطيت المدخنة بس في الاول معلقة صغيرة. وخلاص اول ما الفراخ بتبتدي عندي تاخد صدمة، ببتدي اقلبها عادي جدا على الجهة التانية علشان تاخد عندي لون كويس وتبتدي تدخل في السوا عندي. اول ما بكون بقلبها كده ببتدي بقى اسيبها شوية علشان تتماسك عندي وتاخد لون، عشان لو نزلنا الخضار دلوقتي ممكن الفراخ ما تستويش كفاية والخضار يدبل بسرعة، فاحنا لازم نتأكد ان الفراخ ابتدت تاخد سوا علشان ننزل عليها الخضار. بكده الفراخ بقت جاهزة خلاص ان احنا نحط لها الخضار. هنبدأ ننزل اول حاجة البصل هنبتدي نحاول نخليه يفك من بعضه ونخليه يدبل. اول حاجة البصل عشان بياخد شوية وقت، فاحنا عايزينه يدبل كويس.
وياخد لون علشان يبقى طعمه لذيذ. لكن اللي بيحب يبقى البصل واضح يحط الفلفل والبصل مع بعض عشان كلهم يتبلوا مع بعض ويبقى طعمهم حلو. لكن انا حبيته الاول البصل يتبل وياخد راحته، بعد كده هنزل في النص الخضار، ولو في اي بصلايه لازقه في بعضها بفكها وببتدي ادخلها مع الفراخ وبخلي البصل يتحمر عندي. اول ما البصل دبل عندي بالشكل ده نزلت عليه الفلفل، وهبتدي اقلب الفلفل وانزله يبقى هو اللي بياخد دلوقتي صدمة في الطاسة. والفلفل لو حاسين ان هو حجمه كبير او كتير، هو اول ما بيبتدي ينزل ميته حجمه بيقل، فما نقلقش خالص. واللي حابب كمان يزود خضار يزود، كل ما يبقى فيها خضار اكتر كل ما تبقى فيها صحية اكتر ويبقى طعمها لذيذ. جربوها بجد هتعجبكم بالطريقة دي. اول ما الخضار عندي هنا بيتبل بيبقى جاهز خلاص كده الفراخ مع الخضار زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده تمام. هنجهز عندنا بقى العيش. انا عندي هنا العيش السوري بتشتروه من اي مكان بيبيع عيش سوري، وعندي التومية سبايسي هفرد الرغيف. ولو في اي قطع ما تخافوش، كده كده واحنا بنعمل الساندوتش هيتلف فالقطعات دي كلها هتدخل جوه. ببتدي افرد شويه من التوميه السبايسي بتدي طعم جميل قوي. وانا عملت معاكم التوميه قبل كده، هسيب لكم في صندوق الوصف الطريقه بتاعتها. وعملت معاكم عيش شبيه للعيش السوري بس هو عيش التورتيه، يبقى طعمه برضو جميل قوي مع الساندوتش ده. لو انتوا عايزين تعملوا الحاجه من اولها لاخرها ممكن كمان تعملوها في عيش فينو هيبقى طعمها لذيذ، او عيش بلدي، الاتنين. بس انا فضلت اعملها زي ما حماتي بتعملها بالظبط. وبعد كده هبتدي احط الفراخ والخضار عندي وارصهم بالشكل ده، وابتدي اساندوتش بقى كويس جدا من الجناب علشان لما يبقى رول يبقى رول مظبوط. ولو احنا بقى اللي بنتحكم في طول وعرض الساندوتش، يعني ممكن تملوه زيادة عن كده، ممكن تطولوه، ممكن تقصروه على حسب ما انتوا عايزين. بعد كده بتعمل كده كان نحطوه في كيس او حاجة نحطها بس عشان العيش ما ينشفش معانا لو احنا هنعمل كمية. لكن لو هنعمل كام واحد هو مش هيلحق. بعد كده نفرد تاني واحد برضو بنفس الطريقة. ممكن بقى تحطوا كاتشب، ممكن تحطوا مستردة، ممكن تحطوا مايونيز. هي بصراحة الوصفة دي مش محتاجة اي حاجة. ممكن كمان تحطوا جبنة موتزاريلا، بس انا حبيت اعملها بسيطة جدا وهي طعمها غني قوي. وطعم كمان التومية مع الفراخ، هي الفراخ دي تعتبر فاهيتا اكتر، طعمها جميل قوي ولذيذة احلى كمان من الشاورما. ولو انتوا عايزين تعملوها شاورما انا عملت معاكم وصفة للشاورما السهلة، ممكن اسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، ارجعوا له شوفوا الوصفة يعني واعملوها بنفس الطريقة دي تبقى حلوة جدا. ممكن كمان نحط معاها خيار مخلل، ممكن اي اضافات انتوا عايزينها. بس انا حبيت اوريكم الاضافات البسيطة اللي تخلي طعم الساندوتش تحفة من غير ما يبقى متعب ولا مكلف. هو الخضار والفراخ وشوية تومية مع العيش هيبقى طعمهم جميل قوي. ونلف العيش بنفس الطريقة، اهم حاجة نقفل على العيش كويس ما يتفتحش معانا وما نزودش يبقى الحاجة فيها صوص كتير عشان العيش ما يتفتحش مننا وهو بيتحمص. وبعد عندي ما عملت الكمية هبتدي اشغل نفس الطاسة اللي انا حمرت فيها، هرش فيها شوية زيت واحط العيش بتاعي، هحطه الاول على الجانب اللي بيتفتح، وبعد كده اول ما ياخد عندي اللون الذهبي ده بقلبه على الجنب التاني لحد برضو ما ياخد اللون الذهبي. بعد كده بنقلبه على الجناب. وبصوا اسمعوا الصوت جميل جدا وكمان مقرمش كده وطعمه حلو وما فتحش مننا. زي ما انتم شايفين كده السندوتشات طالعه متماسكه، وممكن تحتفظوا بيها برضو في كيس او في فويل علشان يفضل محتفظ بالحراره بتاعته عشان تقدموهم كلهم مع بعض. طعمهم تحفه وشكلهم رهيب، احلى من اللي احنا بنجيبهم وانضف بكتير. كل التكات دي ساندوتش بسيط ما بياخدش وقت وطعمه جميل قوي من جوه كمان.
الصوص مع الخضار. بصوا كلها حاجات متناغمة جدا مع بعض وطعمها خطير. انا كمان لما كنت باكلها من عند حماتي كانت بتعجبني قوي. حبيت اعملها معاكم الوصفة دي واشارككم في حاجات سهلة وسريعة علشان المصايف، عشان الصيف، عشان الواحد ما بيحبش يقف كتير في المطبخ. فدي وصفات سهلة هتسهل علينا الاكل وطعمها لذيذ جدا. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وشكرا جدا لمتابعتكم الجميلة.